الحمد لله النافس أمره الدائم بره الشديد بطسه وقهره الواجب حمده وشكره لا يرجى إلى نفعه ولا يخاف إلى ضره فتبارك اسمه جل ذكره وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وسنة عرشه ومداد كلماته تسبحه سماؤه وأرضه وبره بحره وجنه وإنسه وأملاكه وأفلاكه وظهره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الليل والنهار آيتين فمبصرة وممهوة لتعلموا عدد السنين والحساب وآياته مفصلة مبينة مجلبة فالشمس والقمر بأسبان والنجم والزجر يسجدان فيا لها من قدرة وأحسن بها من قدوة ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد خلقتي ومسك ختام نبوتي سرح صدره ورفع ذكره وحث مواليه وأسل عدوه وبعد عباد الله تمر السهور بعد السهور وتمضي السنون خلف السنين وأنتم في سبات خافلون عن الممات ونسيانه دلال المبين ومهما حست يا ابن آدم فإلى 80 أو 90 وحبك بلغت 100 فما أقصرها من مدة وما أقلها من حين وقيل لنوح عليه السلام وقد لبس في قومه 1000 سنة إلى 50 عام كيف رأيت يا نوح هذه الدنيا فقال عليه السلام كداخل من باب وخارج من أخرى ومضى مثل الأولين ومن علم أن الموت سنة الله في العالمين فكيف يطمع في البقاء وهو يرى كثرة الراحلين وما لك لا تستعد لرحيل أيها المسكين وأنت تعلم قول رسول صلى الله عليه وسلم لبعض المؤمنين كن في الدنيا كأنك قريب أو عابر السبيل وكذلك سئل أهل اليقين قال الله تبارك وتعالى وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يصبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآيات وما أنتم بمعجزين كم ولد في هذه الهام من هسيم وكم مات فيه من هسيم وكم ولي فيه وعزل من كريم ولئيم وكم خني فيه من فقير مؤذم وافتقر فيه من غني كبير وسقط من شعيم وكم عث من شليل وسل من هسيس وتقدم من شنين وتأخر من خديم في سرف وثمين وحوادث السمان لا توسى بحسبان وربك الرحمن كل يوم هو في شأن فحال لما يريد وهو الحكيم العليم يرفع أقواما ويده آخرين الحديث ما من حام إلى والذي بعده سر منه حتى تلقوا ربكم وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ما من عام إلا وينقص الخير فيه ويزيد السر وقال صلى الله عليه وسلم ما من ساعة تمر بابن آدم ولم يشكر الله فيها إلى عثر عليها يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم أهمر أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز الصالح ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله الذي من توكل عليه بصدق نيته كفاه ومن توسل إليه باتباع شريعته قربه وأدناه ومن توسل إليه بخالص أتهيته أجابه ولباه ومن استنصر به على أهدائه وعزدته نصره وتولاه أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما أهتاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
إله ليس لنا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الذي نبع من بين أشابه المياه. فصل وسلم وبارك على عصا النبي الكريم ورسول سيد سند الحسيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم اللقاء، وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، يا عباد الله، توكلوا على الله، فليس إلى ما خضره الله وأمضى، وتوكلوا إلى الردى، فما المقصود إلى الردى، وانصروا إلى من هو دونكم لتذكروا نعم الله، ولا تنصروا إلى من هو فوقكم فيما رزقه الله من الدنيا وأهتى، فإنه يوقعكم في الأسد والبغضاء وعداوة المسلم والإساء. وحقيقة الحسد إنما هي نسبة إلى ملك الحق والاعتراض عليه فيما خدا، ما كان سبب كفر إبليس وترده وقشه إلا عصده لآدم واعتراضه على مولاه. أول ذنب في السماء العصد، وكذلك أول ذنب في الأرض العصد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحسود لا يسود ولو بلغ الحس ونهاية الجاه، فليستقل كل منكم ما يهنيه ما لا يعنيه، ولا يبخ بعضكم على بعض، فإن الله قاسم البقاء. ولا تجعلوا الدنيا أكبر عمكم فقد خاب وخسر من عبد الدنيا، واجعلوا الآخرة أهم مطلوبكم، فإنما هي الدار القرار والحياة. واعلموا أن طالب الدنيا محروم من الآخرة، مع أنه لا يخلق من الدنيا ما يتمنى، وإن طالب الآخرة مجاسا بما عمله في الدنيا وأوقاه. الحديث جاء في حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار، والصلاة نور المؤمن، وصيام جنة من النار، أو كما قال. ربنا تقبل من المؤمنين جميع طاعتهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا سلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا عسى إلا غفرت، ولا حما إلا فرجت، ولا كربا إلا نفشت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريدا إلا شفيت، ولا مسجونا إلا خلصت، ولا متعلما إلا علمت وباركت، ولا حاجة من هوى الدنيا والآخرة هي لك ولا بها صلاة إلى قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب يسر لنا طريقا من خطران. يا رب إننا نسألك الإجابة وتحجيلا. يا رب إننا نسألك الإجابة وتحجيلا. يا رب كما بدأت الخريف بسلام فاختمها بأدماها وأسقاها وأهلا ثمنها فانتفها كما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بالمتي اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب وضائها وعافية الأبدان وصفائها والنور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وسرابها وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.